في الفيديو ده هقولك ازاي تفهم اي حد من لغة عيونه بدون ما ينطق اي كلمة اصلا. في علم النفس يا صديقي، العين مش مجرد نظرة عادية. العين هي اسرع جهاز لكشف نوايا الشخص اللي قدامك. يعني على سبيل المثال، لو اللي قدامك عمال يرمش بعينه زيادة عن اللزوم، ده مش توتر، ده مخه يا صديقي بيحاول يهرب ويخترع اي حاجة للمعلومة او الجملة اللي انت قلتها وواجهته بيها. والشخص اللي يثبت نظرته ليك 3 ثواني ما تفهمش ان دي اعجاب او نظرة قوة، ده كده الشخص ده بيحاول يفهمك، بيشوفك انت بتمثل خطورة او تهديد عليه ولا زيك زي اي شخص عادي. والشخص يا صديقي اللي بينظر بعينه للأسفل فجأة، ده مش مكسوف منك، ده كده بينسحب منك تكتيكيا، اسمه انسحاب دفاعي. يعني عقله بيحاول يلم نفسه من موقف مش فاهمه ومش قادر يكمل معاك فيه. اما الشخص اللي بيبص بعيد عنك نص ثانية ويرجع يبصلك تاني، دي اقوى علامة يا صديقي، بتدل على ان الشخص ده مخبي عنك فكرة ومش عايزك تلاحظها خالص. وفي علم النفس الأسود، اللي بيعرف يتحكم في عينه بيقدر يخلي اللي قدامه يشك في إحساسه. يعني يا صديقي، جرب تلاحظ عيون اللي حواليك وهتفهم من غير ما تتعب نفسك ولا تبذل أي مجهود. قول لي بقى في الكومنتس مين أول حد هتراقبه. لو عجبك الفيديو يا صديقي، ما تنساش تدعمنا باللايك والسبسكرايب الجميل. سلام.